واللي جاي نحكي عنهم هم أجداد الأوس والخزرج. فواصل تبع غزواته ووصل إلى يثرب المدينة المنورة، ففتح المدينة، وثم بعد ذلك أخذ العلماء اللي يريد ياخذهم، والتقى بالناس والتقى بالأهالي اللي موجودين اللي هم اليهود وبعض من القبائل، وناموا. وثاني يوم الصبح تفاجأ بأن هناك آلاف من الجنود والعلماء والأطباء رفضوا أنه يرجعون لليمن. فإجاهم يسألهم أنه ليش ما تريد ترجعون لبلدكم؟ قالوا له إحنا راح نبقى هنا بانتظار خاتم الأنبياء اللي راح يجي من مكة، سيهاجر من مكة إلى يثرب. فلما سمع هذا الكلام بلش يقرأ أكثر عن خاتم الأنبياء. وللعلم أن جميع الكتب السماوية وجميع الأنبياء ذكروا النبي محمد. فبعد ذلك كتب رسالة إلى النبي وأوصاهم أن يقعدون بهالمنطقة وما يخرجون من يمها، وقال لهم لو أنا في زمن خاتم الأنبياء لخدمته، وأوصاهم أن يكونوا له أنصارا. أكيد سمعت عنهم خموكش. إذا ظهر هذا النبي فآمنوا به واتبعوه وكونوا له أنصارا. وكتب رسالة، هذه الرسالة وصلت لخاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام. قال بيها، أنا ما حافظها فرح نقرأها بالواقع: أما بعد، إني وجدت في الكتب الأولى نبيا يخرج في مكة ويهاجر إلى يثرب المدينة المنورة، فإذا دركتموه فآمنوا به وانصروه وكونوا له أنصارا، فذلك شرفكم في الدنيا وفوزكم في الآخرة. الله، والله كلام جميل. للعلم هذه الرسالة وصلت للنبي محمد وقرأها.